بيبدأ الفيلم وبنتعرف على إيثان وإيما، هم قلقانين في عربية وبيحاولوا يوصلوا لمكان آمن، والأخبار في الراديو بتقول إن فيروس قاتل بدأ ينتشر. المذيع بيقول إن السلطات بتنصح الناس إنهم يلاقوا مكان آمن علشان ياخدوه ملجأ، وهم بيتناقشوا إزاي يوصلوا للمكان ده. إيثان وإيما بيتورطوا في حادثة في الصبح. إيثان بيصحى من النوم وبيلاقي إن وقت كبير عدى، وبيشوف نفسه في نفس الظروف اللي كان فيها بعد الحادثة الأخيرة. بيصحى وهو مش مركز، بيخرج من العربية من باب الراكب وبيشوف دم على الأرض، واضح إنه دم إيما. بيصرخ باسمها وهو بيتحرك في المكان، واحنا بنشوف إن المكان كله كان مسرح لأحداث مرعبة، في شوارع مهجورة وبيوت مهجورة وعربيات متدمرة، وده بيوحي إن وقت كبير عدى. وكمان بنشوف ناس على أسطح البيوت بيطلبوا المساعدة، وفي بعد المسافة بنشوف طيارة تجارية كبيرة متحطمة على تل. إيثان لسه بيدور حواليه، بيشوف عربية جاية وبيطلب من اللي فيها يوقف. الراجل اللي في العربية مسلح وبيسأل إيثان إذا كان ضايع. إيثان بيقول لأ، لكنه صحي هنا ومش عارف هو فين. وبعد ما قال كده الراجل بيطلع سلاحه في وشه، بس قبل ما يلحق يضرب حد تاني بيضرب عليه كمان من مكان تاني وبيضيع الهدف، وده بيخلي الراجل نفسه يضيع الهدف بتاعه اللي هو إيثان، اللي بسرعة بيخبي نفسه ورا حيطة. والراجل بيضرب عليه كتير، والراجل اللي في العربية بيضرب عشوائي وبيحاول يضرب اللي بيضرب عليه. وبعد شوية الراجل بيتضرب هو كمان وسواق العربية. إيثان بيحس بالراحة وهو شايف إن الرجالة اللي حاولوا يقتلوه دلوقتي واقعين على الأرض، بس القناص الغامض بيبان وبيروح ناحية الراجل اللي واقع وبيخلص عليه. القناص في الحالة دي بتكون ماي، بتقول لإيثان إنه ما يبقاش لوحده بره بعد كده. وإيثان بيحاول يفهم آلية معينة في العربية. إيثان بيحاول يشرح لماي إيه اللي حصل معاه، بس ماي بتقول له إنه يساعدها في حاجة، وهما بيحاولوا يشيلوا جثة الراجل من على الأرض. بس قبل ما يوصلوا إيثان بيفقد الوعي، بيصحى لحظة وبيشوف نفسه بيتنقل في عربية، بس بيفقد الوعي تاني وبيحلم بحلم قصير بإيما اللي بتتشال معاه. إيثان دلوقتي بيصحى في السرير في أوضته وعلى طول بيطلب إيما. بيوصل للمطبخ في البيت وبيشوف ماي تاني بتسأله إيه اللي فاكره، وبعد مجهود بيفتكر إنه كان بيحاول يوصل لمكان تاني مع خطيبته إيما. إيثان مش فاكر حاجة تانية ومصدوم من اللي حصل في العالم، وهو شايف قصاصات أخبار على الحيطة. ماي بتفسر له إن كل ده حصل من سنين، وإن العلماء بيقولوا إن ده كان من الطبيعة اللي بتحاول تعيد توازنها عن طريق القضاء على البشر. ماي بتستخدم طاقة شمسية في المكان ده، وفي اللحظة دي في انهيار حصل. ماي بتطلع بره تشوف وبتقول لإيثان إنه يفضل جوه وما يلمسش أي حاجة، عكس اللي ماي قالته تماما. إيثان بيطلع بره البيت وبيشوف إن في مزرعة والمنظر تحفة. إيثان بيبص حواليه وبيشوف اسطبل قريب وفي حاجة شبه جمجمة إنسان مليانة شبك عنكبوت وبشكل غريب بتتحرك. بيخاف وبيحاول يحذر ماي من الجمجمة. ماي اللي متعودة على وجود الجمجمة دي من زمان بتقول له ان دي ميرتل، وبتسخر وهي بتتكلم وبتقول له انها كويسة بس ما توصلهاش. وبعد ما بيطنش الحقيقة الغريبة دي والجو السريالي ده بنشوف البنا للشمسي القديم اللي عند ماي. إيثان بيفهم الموضوع وبيطلب انه ياخد نظرة بسرعة. بيصلح المشكلة بس بيفقد الوعي تاني. بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان ما يبانش ان رد فعله وقح مع اسلوب حياة ماي، بس ما قدرش يخبي صدمته لما ماي بتشيل حيوان ابوسه ميت علشان تطبخه، وبتقول انه هيبقى عشاء حلو النهارده. وهم داخلين البيت ماي بتقفل اقفال كتيرة على الباب وبتقول لإيثان انه ما يبقاش يدور في البيت علشان كل الأوضة مليانة أفخاخ. إيثان بيسأل على نوع الأفخاخ دي بس بيوقف في نص الجملة لما بيشوف ماي بتطلع سلاحها بسرعة وبتشاور ناحيته. صدمته بتزيد لما ماي بتحط السلاح في ايد إيثان وبتقوله انه يضغط على الزناد. إيثان بيرفض وماي بتهنيه على القرار الصح وبتبين ان في خدعة في السلاح علشان الجزء الأحمر من الجهاز بتاعها مكشوف، وكان هيبقى فيه مشكلة كبيرة لو كان ضرب. بعد العشاء إيثان بيشكر ماي على الضيافة وبيقول انه لازم يكمل طريقه علشان لسه عنده أمل انه يلاقي خطيبته، بس ماي مش ناوية تسيبه يمشي من غير مقابل وبتقوله انه يساعدها في توليد الطاقة عن طريق استخدام الدراجة، وهي بتشرب مشروب وبتحط اسطوانة على الفونوجراف. لما إيثان بيقول انه بيدور على إيما ماي بتقطع عليه الكلام وبتقول له انه يروح يرقص معاها. إيثان بيحس بالإحراج وبيرفض بس بيكون قلقان من ملامح الوش القاسي بتاع ماي. بيبقى واضح ان ماي وحيدة وبتدور على صحبة. بتقترح هواية جديدة او حجة في كل مرة إيثان بيحاول يمشي، وبعد الرقص بتقول له يلعبوا كوتشينة. اخيرا لما بقى الوقت متأخر في الليل ماي بتقول له انها مش هتقدر تسيبه يخرج في الوقت ده علشان خطر، وبتوعده انها هتساعده يدور على إيما بكرة. بتاخده على أوضة الضيوف، ولما ماي بتنام إيثان بيبدأ يفكر في خطيبته اللي ممكن تكون قلقانة عليه دلوقتي وذاكرته لسه مش واضحة وبيفتكر حاجات بشكل متقطع. المكان اللي كانوا رايحين له لما حصلت الحادثة كان كوخ على بحيرة. الاتفاق بينهم كان انهم يروحوا هناك على طول لو حصل حاجة،
وانفصلوا عن بعض بالغلط، وإيثان بيطنش التحذيرات إنه ما يخرجش بالليل، بيقول إنه يسرق العربية اللي هي مسروقة أصلا، والطريق طويل للكوخ ومفيش عربيات تانية في المنظر. إيثان بيبان عليه التعب وكان هيفقد السيطرة وهو بيغفل، بس على الأقل اليافطة على الطريق بتقوله إن البحيرة قريبة. قبل ما يوصل بيفقد الوعي تاني وبيصحى قدام الكوخ والعربية واقفة وفي مسامير كتير مغطية الباب ومحدش بيرد لما بيطلب إيما. بيشيل واحدة من المسامير وبيكسر الإزاز علشان يفتح الباب وبيدخل وهو بيطلب تاني. اللي بتظهر في الممر دلوقتي مش إيما، اسمها جولين، والولد اللي مستخبي ورا الكنبة اسمه سام وفي حالة تأهب زي كل اللي قابلهم لحد دلوقتي. بتوجه سلاحها ناحيته وبتخليه يسيبه. إيثان بدأ يفهم سبب القلق ده كله لما صوت خطوات تقيلة بتبشرهم بزيارة وحاجة غير مفهومة بتظهر على الباب. المخلوق شبه هيكل عظمي، إنسان متغطي بالطحالب ونبتة صغيرة طالعة من ظهره. جولين بتجري علشان تقفل الباب وإيثان بيساعدها، وصوابع الإيد الوحشية بتاعته بتتلف على الأرض لما الباب بيتقفل. بس المخلوق ده بفضل غزو إيثان الأخير بيقدر يكسر شباك تاني وبيمسك راس جولين. قبل ما يكسر باقي الباب جولين بتسيب السلاح من الصدمة، بس إيثان بيكتشف إن السلاح فاضي لما بيحاول يستخدمه، فبياخد مطرقة من على الأرض وبيضرب بيها الكائن لحد ما بيشوفه واقع. جولين بتحط الولد على الأرض. بعد شوية إيثان بيبص من الشباك على المخلوق وهو مصدوم إنه لسه بيتحرك بعد كل الضرب ده. جولين بتقول له إن الزومبي دلوقتي حواليهم في مرحلة متقدمة جدا وهم دلوقتي ما بقوش بني آدمين، وبتلاحظ دراعه المكسورة وبتسأله ازاي حصلت. وإيثان بيتكلم عن خطيبته وبيقول إن إيما دكتورة. بيقول لجولين آخر حاجة فاكرها إن الفيروس كان له تركيبة نباتية، ولما بدأ ينتشر بسرعة قرروا ياخدوا ملجأ في الكوخ المعزول. جولين بتقول إنها هتقعد تراقب علشان إيثان يرتاح، وبتحذره كمان إنها مش هتتردد إنها تقتله لو عمل أي حاجة وحشة معاها أو مع الولد. في الليلة دي إيثان بيشوف كابوس وحش تاني. هو بيشوف راجل دقنه طويلة قاعد على ترابيزة في مشاهد مختلفة وإيما في خطر، والأحلام دي دايما بتنتهي بصوت بيقول له اصحى. بس المرة دي لما بيصحى مش بيبقى مرتاح، بالعكس بيصحى ووشه في بركة دم والمنظر حواليه مأساوي. حواليه عفش مكسور وإزاز مكسور وجثة جولين مرمية على الأرض ما بتتحركش. إيثان بيخرج من الكوخ وبيشوف ست شعرها أحمر بتاكل حد واقع، وهي مش شبه الزومبي اللي شافه الليلة اللي فاتت وكأنها اتعادت من فترة قريبة. لما بتتحرك بعيد إيثان بيقرب من الضحية وبنشوف إنها الولد سام. إيثان بيعرفه بس صورته بتظهر جنب ذكريات وحشة لجولين بتصرخ باسمه. لما الست اللي شعرها أحمر بترجع جنبه تاني مش بتهجم عليه، الست دي بيبان إنها بتحاول تتواصل معاه بس مش قادرة تطلع أي صوت من غير صرخات استغاثة، لحد ما طلقة فجأة بتخليها تقع. بنشوف إنها كانت ماي اللي ضربتها. هي بتقرب بخطوات ثابتة ولابسة لبس المعركة تاني. الست اللي شعرها أحمر بتبدأ تصوت بصوت عالي لما ماي بتوصل وبتكرر لها الجرعة. لما بتشوفها بتصرخ على سام كمان، بيسألها إذا كان ده ضروري وماي بتأكد له إنه ضروري، وبتقول إن الاتنين هيقوموا تاني وإن ضربها بس علشان تكسب وقت. هي بتدخل الكوخ بسرعة علشان تتعامل مع جولين كمان. إيثان بيشوف صندوق عصافير عليه رمز شبه وشم إيما. لما بيقرب علشان يفحص الصندوق واجهة الصندوق بتتحرك وبتكشف عن كيس. في الوقت ده ماي بتبقى عارفة إن إيثان مش فاكر حاجة من اليوم اللي فات. ما بيكونش عنده اهتمام كبير لما بتقدم نفسها، وبيشوف اللي جوه الكيس بيلاقي موبايل، وبيشوف إن إيما سجلت فيديو ليه وهي بتعيط. خطيبته بتقول إن فقدان الذاكرة بتاعه بيتدهور وإنها مش عارفة هتقدر تستحمل قد إيه. إيثان نفسه بيبان في الفيديو وهو نايم وراها. إيما بتقول إن العالم اتغير والناس اتغيرت كمان، وهي على وشك إنها تعطيه نصيحة مهمة. البطارية بتخلص وبيصرخ من الإحباط، وماي بتترجاه إنه يسكت علشان ممكن صوته العالي يجذب المخلوقات. بتقول له إن عندها شاحن موبايل في البيت وبتقترح إنه يروح معاها. إيثان مش بيشك في الدعوة ولا في إنها ظهرت في الكوخ، لأنه بجد مش فاكر إنه كان بيسوق العربية للكوخ. لما بيصلح العربية بيتأسف إنه مش قادر يستخدمها دلوقتي علشان واحد غبي ساب البطارية شغالة، وبيقول إنهم مضطرين يروحوا للبيت مشي. بتنزل علشان تاخد العجلة وبتقع نضارتها على الأرض وبتشوف إن العدسة مكسورة. ماي بتسب وبتعلق إنها قتلت ناس كتير جدا علشان تحصل على النضارة دي. هو مش عارف إذا كان ده هزار ولا لأ. إيثان بيحاول يبقى ودود معاها وبيوضح إنه بيعاني من فقدان الذاكرة. ماي بترد إنها عارفة وبتكشف إنهم يعرفوا بعض. بعد ما بيمشوا كتير بيوصلوا لآخر مسافة على رجليهم وبيعدوا على زومبي في مراحل مختلفة من التحول. إيثان بيحاول يفتح كلام لكن ماي ما عندهاش مزاج تتكلم، لكنها بتقول ببساطة إن زوجها مات. وهما بيوصلوا للمدينة. إيثان فجأة بيوقف قدام محطة بنزين واللي بتبان كتير في كوابيسه، وبعدين بنشوف إن واجهة المحل بتجيب له ذكرى. بيشوف نفسه هو جاي مع إيما وبيقول إنه هيحميها. لما الاتنين بيطلعوا من العربية إيما بتشوف الزومبي اللي بيقرب منهم
لحد ما بقى قريب جدا. إيثان بيصرخ علشان يحذرها وبيضيع الهدف في الطلقة الأولى، بس بيقدر ينزل المخلوق في ثانية. إيما بتتفاجئ من بطولته وده بيضايقها شوية. بعدين الزومبي بيمسك دراعه والذكرى بتنتهي فجأة. إيثان بيفكر إن ذاكرته دخلت في دورة جديدة. ماي بتقدم نفسها مرة تانية، بس هو بيقول لها إنه فاكرها وبيحاول يداري فقدان الوعي بتاعه وبيمثل إنه بس كان هيتكعبل. ماي بتشك في حاجة غلط وبتطلب منه إنه يسكت وبتصرخ بتهديدات وهي ماسكة سلاحها. بتكتشف راجل في الحوش بيقدم نفسه على انه توم وبيقول انه بيدور على مراته وانه هيقبل اي نوع من المساعده. ماي بتاخد سلاحه منه وبتقول له انها ما بتثقش في الغرباء. بتقدم له اكل مقابل المساعده. الاتنين الرجاله مع بعض بيقضوا العصر وهما بيحطوا خشب وهي بتطبخ ودايما بتبص من الشباك. لما بقى في فرصه توم بيكذب وبيقول انه محتاج يروح الحمام وبيروح يجيب السلاح التاني اللي كان مخبيه. ماي بتقدم الليمون مقابل المساعدة وبتطلب من إيثان إنه يبقى يقول إنه مش جعان. هو مش فاهم ليه بس بيفكر إنه أحسن إنه يطيع الأوامر وبيحاول يداري صوت معدته. توم بيظهر صورة مراته فران اللي اختفت وهي بتستكشف المنطقة من 10 أيام. آخر حاجة قالتها إنها لقت بيت شبه البيت ده بالظبط. إيثان وهو بيسمع الراجل التاني بيحس بالدوخة وبيفقد الوعي. توم بيستغل الفرصة وبيمسك ماي بالسلاح وبياخد منها سلاحها. هي بتفضل هادية حتى لما بيتعدى عليها، لكنه بيحس بتأثير المهدئ اللي حطته له في الأكل والدوار بيبطأ حركته. توم حس إنه اتخدع وماي بتسرع العملية بضربه على راسه. وبعد شوية إيثان بيفوق وبيشوف إنها مش موجودة بس بيسمع صوتها بيقول إنها هترجع على طول. كده ماي بتحاول تصحي توم بس كمان بيشوف الباب بيتفتح واتنين مسلحين داخلين. واحد بيحاول يصحي توم وهي بترجع وبتشاور لإيثان إنه يسكت وبتطلع سرنجة في إيدها. ماي بيتقبض عليها على طول وبتتأيد على كرسي وبتدعي إنها مريضة سكر وإن الحقنة دي إنسولين بس محدش بيصدقها. توم بيفوق وبينادي على شركائه باسمهم واحد واحد فوكس وولف وبيقول إنه هيدور في البيت كله لحد ما يثبت إن فران كانت هنا. قبل ما يبدأ بيحذر وولف إن الرهينة دي صعبة جدا. إيثان بيروح معاه في البحث وتوم بيحاول يقنعه إن ماي عملت حاجة مش بس لفران بس كمان لإيما. وفي الصالة وولف بيسأل على اللي في المخزن وماي بتقول له إنه بس شوية تراب. هو بيشوف علامات قلق على وشها وبيقول إنه هيروح يشوف. إيثان لسه ضعيف ودايما مشوش مش مصدق نظريات توم لحد ما بيلاقي عقد إيما على أرض الأوضة. توم بيجري على السلم ومعاه شنطة وبيفضي محتوياتها على الترابيزة. في كروت وحافظات ومستندات وحاجات تانية، مجموعة مش ممكن تكون لشخص واحد وده يبان أكتر من نتيجة مشوار طويل. والنظارات المختلفة بتثبت إنها ما كانتش بتكذب لما قالت لإيثان إزاي حصلت على النظارات دي. فوكس بيشد انتباه توم لعقد فران من بين الحاجات وتوم بيتحطم تماما. في الوقت ده إيثان بيقرب بالسلاح وبيطلب منها إنها تقول الحقيقة عن إيما. بتقول إن البنت ماتت من زمان وبتدعي إنها مش مسؤولة عن موتها. فوكس بيقرر إنه يروح مع وولف اللي بيهدم المخزن بالفاس. لما بيدخل بيشوف إن المكان اتحول لمستشفى وبيعرف المريض اللي في السرير إنه واحد من أصحابه ودلوقتي ناقصه دراع. في نفس الوقت توم بيتصدم لما بيسمع إن إيثان عنده فقدان للذاكرة وبيطلب منه إنه يفتكر إزاي كسر دراعه. هنا ماي مضطرة تقول الحقيقة. ماي بتوضح إن فران ماتت هي كمان. في الوقت ده وولف بيخرج من المخزن علشان يحذر توم وبيقع في فخ وبيسبب انفجار. جسمه بيقع جنب ميرتل اللي بسرعة بتاكل منه. توم لما بيحس إن أصحابه مشيوا بيقرر إنه يخلص على ماي مرة واحدة وللأبد من غير ما أخد باله إنه بيستخدم سلاحها المفخخ. الطلقة بتقطع دراع توم وإيثان بيتحرك بنفس الطريقة اللي ميرتل اتحركت بيها وبدأ يتحول. وماي بتتجمد في مكانها على الكرسي. بعد شوية بدأ يحس بالمرض وهي بتراضيه بطريقة حنونة وبتقوله إنه مش هيفتكر أي حاجة من دلوقتي. بنشوف حقيقة كلامها في اليوم اللي بعده لما إيثان بيصحى ومش بيعرفها. ماي بتقوله ببساطة إن الأكل خلص والاتنين محتاجين يخرجوا يصطادوا. وهو بيطلع من السرير بيفقد الوعي تاني وذاكرة تانية بتيجي في باله. بيكون ماشي مع إيما ناحية بيت ماي اللي بيبان إنه مهتم بيه أكتر. الراجل اللي قدام بيقطع خشب هو نفس الراجل اللي بيبان في كتير من كوابيس إيثان، اسمه كاي، وبيحذر الزوار إن بنته كارولين على البرندة ومعاها سلاح موجه ناحيتهم كاحتياط. إيما بتوضح إنهم انفصلوا في الطريق وبتطلب منه إنه يديهم ملجأ أو على الأقل أكل. كاي بيوافق إنه يساعدهم بس بعد ما يتأكد إنهم مش مصابين. الفحص بيكون سريع جدا وما بيشكش في دراع إيثان المكسورة. بيتكلم مع بنته وبيكرر الأدعية بتاعتهم واللي معناها إنك ما تثقش في حد إلا بعد ما تتأكد. البنت بتقول إن ده مهم علشان اللي حصل لأخوها بوبي بس الأب بيقلل من أهمية الكلام. بيوافق إنه ياخد الاتنين والاتنين بيتكلموا شوية في الصالة. كاي بيبان إنه راجل متدين جدا وعنده آراء قوية. مش بيحب النظرية اللي بتقول إن الفيروس ده
طريقة الطبيعة علشان تسترد اللي ليها. من وجهة نظر محافظة هو بيعتقد إن ده علامة إلهية، إن الإنسان لازم يرجع للأشياء الأساسية زي الإيمان والعيلة. لما الذكرى دي بتنتهي إيثان بيبقى بره البيت وبيساعد ماي في الصيد. هو بيبص على دراعه الشمال وبيشوف لون القلب المرسوم على الجبيرة. عقله بيفكر في صور مشابهة. في كل الصور القلب أحمر، وفي بعض الصور بنشوف علامات عد. تحت الرسم القلب دلوقتي أخضر والعد وصل ل20. ماي بتلف لما بتسمع إيثان بيحضر سلاحه، بيحذرها إنها غلطت في لون القلب، وهو مصدوم لما بترد إن القلم الأحمر خلص، وبيعرف إن ده حصل كتير. الحقيقة إن إيثان اتعض في دراعه اليوم اللي أنقذ فيه إيما، والجبيرة كانت بتداري ده طول الوقت. وماي بتقوله إن عملية التحول بتقف في كل مرة بياكل، وعقله علشان يمنعه من إنه يتحول لنبات بيرجعه للوقت اللي كاي أخدهم، وبيشوف إن مراته مش ماي بس واحدة اسمها سارة. لما إيثان بيبدأ يحس بالمرض إيما بتلفق عذر علشان تاخده بعيد، والعيلة بتطلع تصلي فوق. إيما بتطلب من حبيبها إنه يكون قوي، وبتقول إنها مش هتتخلى عنه أبدا. بعد كده بتسيب إيثان في الحمام وبترجع للترابيزة لوحدها وبتشكرهم على كرم الضيافة. بس بعدين كاي بيطلب من مراته إنها تاخد البنت للبرندة، وبيبين إن معاه سلاح. سارة كمان بتتفاجئ وبتعارض شوية في الأول، بس بعد كده بتسمع الكلام وبتمشي. لكن في طريقهم للبرندة بتبص ناحية الدور اللي فوق بفضول، وبنرجع لكاي اللي بيقول لماي إنها تحط إيدها على الترابيزة، وبيقول إنه عارف إن إيثان خلاص ضاع وتحول، وباين عليه علامات فقدان الذاكرة اللي بيعاني منها، وعلى وشك يتحول لرجل نباتي. بيسأل إذا كانت دي الطريقة اللي بتأكله بيها إنها تستغل طيبة وكرم الغرباء. من غير ما ياخد باله سارة بتطلع السلم وبنتها وراها. إيثان في الحمام لسه، وبيبقى تعبان جدا لما بيوصلوا للحمام. سارة مش بتشوف الغلطة الفظيعة اللي عملتها إلا لما بيكون فات الأوان، لأن إيثان هاجمها. من صرختها كاي بيتشتت لثانية، وإيما بتهاجمه بالسكينة على طول. الاتنين بيبدأوا يتخانقوا، وهو بيدفن وشها في طبق وبعدين بيرميها على الأرض. بتروح للسلاح وبتضرب وبتخلص على آخر فرد في العيلة، لأن إيثان بيكون خلص على الاتنين التانيين. وإيما بتسمع صرخة رعب من إيثان وفاكرة شكل وش خطيبها في اليوم ده. إيثان بيفهم إنها وفت بوعدها إنها مش هتتخلى عنه أبدا. حياته مش سهلة أبدا دلوقتي، وهو محتاج ياكل كل يوم ومش قادر ياكل أي حاجة معفنة، لازم يكون لحم من الأحياء. المستشفى في المخزن هو المكان اللي بتخلي فيه بعض الضحايا عايشين علشان تقدر تاخد جزء منهم كل مرة علشان ياكل. ومع الوقت والسنين الكتير اللي عدت الفرق في السن بدأ يكبر، وهو ما بقاش يعرفها لما بيفوق، فهي أخفت الوشم وغيرت اسمها لماي بنفس الحروف من الاسم الأصلي. إيثان بيتدمر من الاكتشاف وبيقول إنه بقى وحش، بس هي مش موافقة وبتقول إن البشر هم اللي عفى عليهم الزمن ومهددين بالانقراض، وإن المصابين هم النوع المهيمن الجديد. من غير ما يسمع حجتها بيقول إن ده لازم ينتهي فورا. ماي متفقة معاه وبتعترف إنها مش قادرة تستمر هي كمان لوحدها. فوق تل إيثان بيقول إنه عاوز يختبر ده بنفسه، وبيأكد كلامها زي المخلوقات التانية هو ببساطة مش بيموت. فماي بتقرر إنها تنهي الموضوع بطريقة مختلفة، وبتخلي إيثان يحاول يشوفها المرة دي إنها إيما الست اللي حبها، وبتسلم نفسها ليه من غير تردد، عارفة إنه مش هيكون قادر إنه يتحكم في غرايزه. الشاب المتحول بيعض شريكته من غير سيطرة، وبعد شوية الاتنين بيتجمعوا تاني، بس المرة دي بقوا متساويين وزي بعض. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.